عاملين ايه يا حلوين؟ طلبتوا مني كتير جدا في الفيديوهات من بعد رمضان لحد دلوقتي ما نزلناش سوق الخميس خالص. فقلت بقى انزل اعمل لكم جولة كده حلوة ونشوف الدنيا عاملة ازاي والاجواء يعني. خصوصا بقى لنا فترة ما نزلناش. تعالوا بينا نشوف الاسعار والدنيا عاملة ازاي في سوق الخميس. قبل اي حاجة حطوا لايك للفيديو وتعالوا بينا نبدأ الجولة بتاعتنا. بالمناسبة الناس اللي هتسألني على العنوان، اقرب محطة مترو محطة مترو الحلمية، وتاخدي توك توك هيجيبك لحد هنا. قولوا نزلني في الميدان. والمسجد اللي انتوا شايفينه ده اسمه مسجد الميدان، والسوق بيبدأ من قدام المسجد كده. لقيت لما كده كبيرة قلت اشوف بيبيعوا ايه. ده تروسيكل وعليه اطباق ميلامين وكمان صواني. كانوا بيبيعوا الصينية، اي صينية ب20 واي طبق ب10. عجبني الصواني قوي، خامتهم الميلامين بتاعهم القديم اللي مالي البيوت ده، عارفينه. الرسومات مختلفة على فكرة، بس هم كانوا كذا طابور كده من الصواني. طبعا بالعافية وقفت هنا على فكرة عشان اوريكم حاجة، لان فعلا التروسيكل ده كان عليه زحمة جامدة جدا. زي ما قلت لكم الصواني كان كذا رسمة مختلفة، مثلا عندكم اللي عليها فاكهة دي اكتر حاجة. كمان الاطباق اي طبق ب10 جنيه، سواء بقى سيرفيس مفرود بولة كده. بصوا برضو في رسمة اهي زي ما انتم شايفين. الميلامين بتاعها حلو قوي قوي. هي بس يعني ستايل الصينية كده قديم شوية، بس لذيذة والله ولطيفة وسعرها حلو وخامتها كمان حلوة قوي. كان في هنا شكل كنت عايزة اوريهولكم، اللي هو الخشبي ده برضو. الطبق ب10 جنيه، ميلامين يا جماعة مش بلاستيك. الاطباق دي كلها والصواني كلها ميلامين. في كمان سوسيرات وحاجات كتير، والتروسيكل مليان. وعايزه اقول لكم ان التروسيكل فيه كراتين هناك اهي، كل دي لسه مليانه شغل مقفل زي ما هو. بس طبعا من كتر الزحمه معرفتش اوريكم اكتر من كده، بس فعليا عجبوني. في كمان تروسيكل تاني بيبيع طرح، اي طرحه ب10 جنيه. بس برضو معرفتش اوريكم حاجه من الزحمه. انتوا لما تنزلوا خلي عينيكوا كده لماحه، اتفرجوا واسالوا وبصوا كده قدام المسجد، لان بيكون في حاجات كويسه. بس زي ما قلت لكم معرفتش خالص اوريكم منه اي حاجه. بس كان بيبيع الطرحه ب10 جنيه زي ما قلت لكم. وكمان في ناس جوه في السوق برضو بتبيع ب10 وب20 وكل حاجه. في سكارفات كتير، الناس اللي بتحب السكارف او الطرح اللي هي المثلثه اللي بتتربط من ورا دي، برضو كانت موجوده وبكميات كبيره. وعايزه اقول لكم بالاكياس بتاعتها ب10 جنيه. تمام. في ناس كتير بتبيع مواد غذائيه، زيوت، جبن، بسكوتات. الحاجات دي برضو موجودة في السوق، وصلصة والكلام من ده. بس ايه، اهم حاجة بصوا على تاريخ الصلاحية واشتروا زي ما انتوا عاوزين من الحتة اللي تعجبكم. قدام المسجد برضو في ستاندات بالة. عايزة اقول لكم ستاند البنطلون كان ب45 والبلوزات ب35. واحنا هنا قدام كشر العدوي. وفي هنا ست بتبقى فرشة بيبقى معاها ووكات وطاسات. الوك دي ب250، طاسة ب180. وهنا اي برا كانت معاها ب75. وزي ما قلتلكوا كده اللي في ايدي دي ب75. زي ما قلتلكوا كده ايه، انا كنت ماشية بسرعة. انا على فكرة رايحة بدري، يعني الوقت ما كانش متأخر، الوقت كان تقريبا الساعة 9 الصبح. علشان كنت عايزة اصور لكم بتاع الفخار قبل الزحمة، لان كل ما انزل السوق كنتوا بتسألوني عليه. الخوخ هنا ب35، سعر حلو قوي. عندنا ب50، فسعره حلو ب35. وما شاء الله الحبة بتاعته كبيرة وحلوة. ده خوخ بلدي. الليمون كان مفاجأة على فكرة. الليمون في السوق كله كان لا يتخطى ال40 وال50 جنيه، وانتي بتنقي بنفسك. وما شاء الله الليمون كله كبير زي ما انتوا شايفين ومليان وب40 جنيه بس. عجبني سعره جدا الصراحة. انا لسه شارية من قريب جدا على 120 جنيه. فحلو ان الاسعار عمالة تنزل بتاعة الليمون بالذات. انا عايزة اقولكوا بقاله فترة كبيرة جدا جدا من قبل رمضان بكتير وهو ماسك سعر، بدأ من 60 ل80 ل100 وعمال يرحل. بالنسبة للتيشيرتات القطن دي، اي تيشيرت كان ب75. وبالمناسبة خامتهم حلوة جدا، تيشيرتات قطن يعني خامتها حلوة قوي. والوان كتير ومقاسات كتير بقى. فلما تنزلوا برضو، احنا هنا قدام الموقف لسه ما دخلناش حتى السوق، عشان تبقوا انتوا عارفين. كل الناس اللي بتنزل سوق الخميس عارفة ان الدخلة بتاعته كلها عبارة عن فروشات زيها زي السوق من جوه بالظبط. فالراجل ده بصوره لكم كتير جدا من ايام الشتوي، كان بيبيع السويت شيرت ب100 وب120. ودلوقتي بيبيع الصيفي القطن ب75. عايزه اقول لكم ساعات كان بيكون معاه تيشيرتات ب35 بس مش قطن. تمام. فالمره دي خامتهم حلوه الصراحه. وفي كمان خامه بولو اللي انتوا عارفينها، اللي هي بتكون بياقه دي، بس مش كتير. الاغلبيه العظمى اللي هي الراوند القطن.
ب75 جنيه. هاخدكم بقى واوريكم. زي ما قلتلكوا انا كنت يعني بمد هنا شوية علشان عايزة اروح اصور لكم مع عمرو بتاع الفخار قبل الدنيا ما تزحم، قبل بقى ما يكون عنده زحمة واستنى كتير والكلام ده. فلقيته الحمد لله فارش والدنيا عنده مش زحمة قوي. وجبت لكم الاسعار لان اكيد الاسعار فرقت. انا كنت فاكرة زي رمضان قال لي لا، كل حاجة زادت. في حاجات يعني زادت 5 جنيه وحاجات ما زادتش. فحاسبكم مع الفيديو يعني بصوت المقطع الرئيسي علشان خاطر اما بقاش انا نسيت او حاجة، ولو لقيت في دوشة هرجع اقول لكم انا الاسعار والغي الصوت. ودي اكبر حاجه دول ب 30 جنيه. بصوا اهو دي الاحجام بتاعتها. ده الوسط. الوسط 25 اهو. ده الحيط عالي شويه وده السور بتاعه اقل شويه بس اوسع ب 25 مش كده؟ ماشي. صينيه او غويط. يعني ده صينيه وده غويط. ماشي. 20 دول ب 20 يا بنات. عشان الدوشه بس بكرر لكم الاسعار تاني. 7 جنيه. الصغير ب7. ابو علي ماشي. تمام. ب7. المج ب 10 زي ما هو. والمج ب 10. ماشي. المبخره 15 زي ما هي. المبخره ب 15 يا جماعه. القله بكام؟ القله 15 بالغطا. الفجر ب 120. الثلاثه ب 120. ماشي. 3 بالغطيان 65 اللي هو الحجم القلايه الطقم ب 65 والواحده لوحدها بيبدا من 20 كده يعني 20 30 35. ماشي تمام. القله الصغيره ب5. القله الصغيره دي يا جماعه ب 5 جنيه. الكبيره بالغطا ب 15. والكبيره ب 15 وده قلنا 120 جنيه. ماشي. بالحنفيه جاهزه وكل حاجه. عندك منه بيبقى فيه منه ملون كده. عندي ان شاء الله اجيب منه السباق دي عشان لسه جاي. ماشي. هيجيب لكم الملون اللي شفناه قبل كده ده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، بس اكيد سعره بيكون اغلى. ايوه ان شاء الله. بكام بقى؟ هيزيد 30 جنيه. هيزيد 30 يعني هيبقى ب 150 لان هو كمان لونه بيكون مختلف عن ده. كراكوتا اسمه كراكوتا. ماشي. هو ده حلو برده بس التاني بقى بيكون شكله اشيك. قلنا الرقم تاني. الرقم 011 22 988 988 320. ماشي يا استاذ عمرو. شكرا. تعالوا بقى بينا عشان نكمل الجولة بتاعتنا. وهنا بداية كده من جنب الموقف دي دخلة السوق الأساسية يا جماعة. دي كده بداية الفروشات الرئيسية لسوق الخميس. لكن طبعا الفروشات اللي بره بتبقى كويسة جدا وعليها حاجات حلوة، ده غير انها في طريقكم يعني انتوا ممكن تبصوا عليها وانتوا ماشيين. يعني هو هنا مثلا قال لي الوجبه دي ب350. بره في بدايه السوق زي ما شفتوها كده مع الحاجه الكبيره اللي قاعده بتبيعها ب250 وهكذا. طبعا ناهيكم بقى ان الفروشات دي اصلا متعوده على الفصال، يعني لازم بتسالوا وبتفصلوا. ويعني هو مثلا بيبيع 3 كوبايات ب25، الطقم ب50. في كمان فرشة هنا زي البالة كده بيبيع اي قطعة ب10 جنيه. الناس واخدة من عليها كميات على ايديها. عايزة اقول لكم اي قطعة ب10 بقى، بنطلونات، لبس اطفال، قطع مختلفة مش حاجة معينة. الفرش مشكل زي ما بيقولوا. وزي ما قلت لكم اي قطع على الفرش ب10 جنيه والناس كانت واخدة منه كميات الصراحة. تمام. فاللي محتاج حاجة عينه بتجيبها في السوق وبتقع عليها وبيعرف ايه اللي محتاجه. يعني انتي مثلا مش محتاجة لبس مش هتقفي هنا، مش محتاجة اطباق مش هتقفي عليها. وده طبعا اختصارا لوقتك لانك ممكن تضيعي يوم كامل في السوق، لان حرفيا السوق كبير جدا 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 ومتوسع بشكل رهيب. عايزه اقول لكم ان انا بدخل من هنا والف ناحيه السجل واطلع من ناحيه سوق الخضار ومن ناحيه المدرسه اللي جوه خالص دي، والله نسيت اسمها، تقريبا مدرسه رفاعة الطهطاوي. كل ده سوق، كل ده وداخل المساكن كلها اسواق ولبس سواريهات ومحلات وقماش ودنيا تانية خالص. يعني يعتبر سوق كبير جدا جدا جدا. فعشان كده زي ما قلت لكم دايما كده خلي عندك اولويات. شوفي انت محتاجه ايه وقفي عليه. هنا اي طبق استانلس من دول ب10 جنيه، اي حجم واي شكل ب10. عندك برضو طقم المعالق الكبيره، خلي بالكوا دول 6 ب50 جنيه والصغيره ب45. طيب في هنا 12 مع بعض ب50. ايه الفرق؟ المعلقه التانية اتقل. يعني هنا ال12 ب50 واللي فيها جولد شويه دي ال6 ب50 جنيه. فانت بقى زي ما انت محتاجه براحتك.
كمان عندك الشورتات دي، اي شورت من دول شورتات جينز اطفال ب75 جنيه. كمان معاهم جلاليب بيتي سواء بقى صيفي ويعني بقايا شتوي، بقايا كده حاطينها ورا، لكن الاساسي طبعا اللي موجود صيفي ب300 وب250. وكمان معاهم الجلاليب اللي هي الفيزون اللي بيقولوا عليها زبدة دي ب85 جنيه. تمام. وفي مقاسات خاصة ب120 جنيه. في كمان كل رفايع المطبخ. وهنا دي فرشة ابو يوسف اللي كنت دايما بصورها لكم كل ما انزل سوق الخميس، بس عمل جزء كده رفايع ما كانش موجود عنده الاول، زي اللي انتوا شايفينها دي، المضارب والسباتيولات والفرش القشرات، مقاوير. الحاجات دي ما كانتش بيفرش عليها قوي، كان بيهتم اكتر. شايفين الصواني الجلد اللي انتوا شايفينها دي صينية مراية احرافها جلد كده زي ما انتوا شايفين. في الشكلين دول بيقول ب450، بس انتوا عارفين ان عنده فيه كلام. 900. اندلس. في منه الوان تانية؟ في اللهم صل على النبي الطابق ده عامل 240 جنيه. ده اللي هو الستاند اللي واقف؟ لا الستاند الصغير. اه اللي هو الستاند الكبير ده اه عامل 750. ده بورسلين برضو؟ 750. ده معاه ازازه زيت وازازه خل صح؟ ماشي. طقم الفناجيل اللي هناك ده ب 200 جنيه والتوزيع ده ب 300 جنيه. الفناجيل والتوزيع الفناجيل ب 200 35 واحده ب 20 والتوزيع ب 300. طقم الحلل ده بكام؟ طقم الحلل ده ب 2200. 2200. 4 حلل والجريل. محله مربعه. طيب انا حطيتها هنا. الديفوهات دي بكام؟ بعتها ازاي وهي لسه هنا؟ عايزه مسمار بس. بصوا يا جماعه بكام بتقول؟ 350 ده على حالها ده؟ كام يا بلح السكاكين دي؟ والطقم ده بكام يا ابو يوسف؟ 620. ده ايه بقى؟ كل دول مع بعض مش كده؟ ده طقم وده طقم. ايه ده البراد اللي هو التركي لوحده بكام؟ برادين مع بعض. ايوه انا فاهم. بكام؟ 320. ب 320. والستاند ده بكام؟ 320 برضه ب 320. ماشي. الثلاثه دول دي بكام الحله الكبيره دي يا ابو يوسف؟ حله 750. 750. قول رقمك تاني كده. 011 011 22 22 122 122 590. هو ده درج اير فراير بس؟ في حله ببيعها كده لوحدها بتاعت الجهاز الكهربائي. ايوه هي بتاعتها بكام؟ ب 150 جنيه. ماشي. لو حد عنده مثلا الدرج ده باظ ولا حاجه هنا عند ابو يوسف ب 150. عنده طبعا رفايع كتير زي ما انتم شايفين وحاجات تنفع عرايس كتير. بص يعني فيها كذا ميزه. في وش الفرشة بتاعت ابو يوسف على طول هتلاقوا الفرشة بتاعت الاندرويرز دي. على فكرة عنده حريمي عنده رجالي. عنده الرجالي الطقم الابيض وكمان الملون، ومش شرط طقم بالقطعة، بيبيع القطعة ب35. وعلى فكرة المقاسات بتختلف، يعني مثلا طقم لارج ب70، طقم الاكس لارج ب80 وهكذا. يعني كل ما المقاس بيكبر كل ما السعر بيزيد. طب الطاولة دي بيبيع عليها اي اندر ب15 جنيه. وكمان البراهات اي برا ب55 جنيه. لكن هو عنده اسعار تانية، في اسعار تانية جوه، في ب75 وب90 على حسب طبعا الموديلات والمقاسات والستايلات، حاجات كتير قوي. لكن اللي بره على الطاولة كلهم سعر موحد بكافة اشكالهم ب55 جنيه. تمام كده؟ تمام كده. زي ما قلت لكم الفرشة بتاعتهم او المحل بتاعهم، لان هم فعلا عندهم محل، يعني هم اصلا فرشين قدام المحل وجوه المحل، بيبيعوا قدام ابو يوسف على طول. برضو الفرشة دي كنت اول مرة اشوفها في السوق. عنده ملايات بس ما شاء الله الخامة بتاعتها حلوة قوي. بيبيع الملاية السرير الكبير ب200، والملاية الاطفال 6 قطع ب250، وانا ماشي قال 230.
تمام. لكن انا ما فردتش ولا شفت، لازم تفردوا وتشوفوا مساحة الملاية قد ايه عشان ما تكونش كنزة وتكون حجمها صغير. تمام. وبرده صورتلكوا قماش الملايات اللي هو بالمتر في الشارع بتاع القماش، برضو ان شاء الله هينزل لكم يعني في جزء بعد ده. الفرشة دي بتبيع تصفيات، بيبيع ب120 جنيه. تمام. كل الحاجات اللي قدامكم دي اي حاجة فيهم سعرها 120، وفي حاجات سعرها 75. لما انتقل عندها هوريها لكم. تمام. الكوتشيات برضو كلها بلا استثناء سعرها 120 جنيه، عشان في تشكيلة جنب الفرشة دي على طول برضو هوريها لكم. بصراحة التصفيات بتاعة الشوزات الصيفي والسليبرات والصنادل اسعارها حلوة في سوق الخميس. ان شاء الله ربنا ييسر الامور واروح سوق الحد يوم الحد اللي جاي اشوف لكم الاسعار بتاعة الصيف هناك عاملة ازاي، علشان برضو تبقوا انتوا عارفين الاسعار هنا وهنا. عجبني اوي الكوتشي دي سواء الفوشيا او اللي هو الليموني الاخضر ده، الاتنين اي واحد فيهم يعني ب120 جنيه، فبصراحة عجبني سعره. الفرشة اللي ورا دي هي دي اللي ب75 جنيه يا جماعة، برضو عليها تصفيات زي ما قلتلكوا كده. سعرنا عنده يا 75 اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي، يا اما اللي كانت ب120 جنيه. اسعارهم الصراحة كويسة، وفي بعض الكوتشيات موجودة على الفرش اللي هي ب75، وفي كوتشيات اطفال كتير، وفي حاجات كده بتبقى لقطة والله موجودة على الفروشات دي. بس بصوا كويس ودوروا، وفي فروشات تانية كتير وتصفيات تانية كتير ان شاء الله هتشوفوها في الجزء اللي جاي او الاجزاء اللي جاية، لان صورتلكوا في السوق حاجات كتيرة اوي ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وجولة جديدة. مع السلامة.